السلام عليكم. سنة 1907 اكتشف علماء الآثار مقبرة جديدة في وادي الملوك، المقبرة 55. مدخل المقبرة مختوم بالختم الملكي بتاع توت عنخ آمون، لكن من جوه المقبرة كان شكلها غريب جدا، زي ما تكون ملحقوش يخلصوها أو كانوا بيستخدموها زي مخزن للأدوات الجنائزية، مش مقبرة ملكية بالمعنى التقليدي يعني. في هذه المقبرة الغريبة لقوا تابوت ملكي مفروض انه معمول لواحدة ست، جواه موميا في حالة شديدة من السوء، مفاضلش منها تقريبا غير شويه عظم، زي ما تكون كده اتحنطت كروته. والاهم الموميا معلهاش خرطوش، يعني مفيش حاجه تقول اسم صاحبها ايه، بس التابوت تابوت ملكي، يعني صاحبته لازم تكون من العيله الملكيه، وعليها ختم اخناتون، يعني غالبا دي واحده من ملكات العمارنه. يا ترى مين بقى؟ الملكه تي، الاميره كيا، ولا نكون اخيرا لقينا مومياء نفرتيتي؟ انا جنة عادل وهي دي السحله. السحلة اللي فاتت خلصت على ماري مون، بطل رواية العائش في الحقيقة لنجيب محفوظ، طالع من بيت الطبيب بنته ومعاه 2 ضباط. انت يا ابني القائد حور محب، مش كانت دالك بردياية؟ ايوه يا فندم. هي فين؟ وريني. اتفضل. طب اتفضل معانا. وبيشد ماري مون معاهم على اخر محطة في رحلته الطويلة. اخيرا هنروح اخيتاتون ونقعد مع نفرتيتي. طبعا في الوقت ده الملكة الجميلة والمدينة كلها كانوا تحت حراسة مشددة، والطريق من طيبة لقصر الملكة في أخيتاتون كان زي الطريق من القاهرة لدهب كده، 7000 سنة كماين. اسمك ايه؟ جاي هنا ليه؟ هتقعد فين؟ افتح لنا الشنطة، بطاقتك فين؟ بردياتك فين؟ بس الحقيقة البردية بتاعت حور محب سهلت له الدنيا شوية. أخيرا بيوصلوا مرسى أخيتاتون، وبيتمشى ماري مون مع الضباط في شوارعها. أحاسيس متلخبطة كتير بقى، حماسة على دهشة على خوف على حسرة. بقى دي المدينة اللي كانت عاصمة مصر في يوم من الأيام، كل الجمال اللي اتبنت بيه يبقى مصيره كده. البيوت والمباني كلها مقفولة، والتراب مغطي الطريق هو وورق الشجر، وفي كومة كبيرة كده مهدودة، اتضح ان ده معبد اتون. يا ترى الزمن هو اللي هده ولا حد تاني؟ اخيرا بيوصل ماري مون قصر الملكة، وبيدخل القاعة الملكية وهو قلبه هيقف من الحماس. نفرتيتي بذات نفسها قدامه، قاعدة على كرسي من الابانوس، رجليه عبارة عن 4 أسود مصنوعين من الذهب ومسانده من الذهب، لابسة فستان أبيض وتاجها الأزرق الجميل، وظهرها مفرود وراسها مرفوعة رغم كل اللي الزمن عمله فيها. كانت أجمل ست شافها في حياته. بينحني ماري مون للملكة، فبتشاور له علشان يقوم يقعد، وبتسأله ازاي وصلت لمدينة النور. ماري مون من الخضة معرفش يرد عليها. قالت له عموما انا عارفة انك مادام وصلت لحد هنا يبقى اكيد سمعت كلام كتير قوي عن كل اللي حصل. اقعد دلوقتي عشان تسمع الحقيقة. من صغري وانا بحب النور والسلام وبحب الحكمة، علمهاني ابويا الملك اي. امي ماتت وانا صغيرة، مع ذلك عمري ما حسيت اني يتيمة. تي ما كانتش مرات اب بالمعنى التقليدي، حتى بعد ما خلفت بنتها موت نجمت عمرها ما فرقت بينا في المعامله. وانا وموت نجمت يعني كان بيحصل بينا زي الغيره اللي بتحصل بين الاخوات، بس الموضوع كان بسيط على الاقل في الاول. في يوم من الايام بابا جاب راجل يقرا لنا البخت، فالراجل قال البنتين دول هيقعدوا على عرش مصر. دي استغربت قوي من كلامه، ازاي الاتنين يقعدوا على عرش مصر؟ من غير ما افكر قلت يمكن واحده فينا تقعد والتانيه تقعد بعديها، ودي لقطه مهمه هنرجع لها في اخر السحله. بس تي قلبها اتقبض قوي من اللي انا قلته، وقالت لنا ننسى الكلام ده خالص، لا احنا ملوك ولا عمرنا هنبقى ملوك. بس انا لا عرفت انسى النبوءه ولا النبوءه سابتني في حالي. فضلت الدنيا تودينا وتجيبنا لحد ما اتحقق نصها الاولاني وبقيت ملكه وقعدت على عرش مصر. بالمناسبه نصها التاني اتحقق برضه، بس نفرتيتي ما تعرفش زي ما هنشوف في اخر السحله. المهم كنت بسمع الكلام بتاع اخناتون من بابايا. انا كمان من وانا صغيره كنت بحب اتون قوي، بس تي وموت نجمت كانوا شايفين انه مجنون وهيبوظ الدنيا. معرفش ليه بس في حاجه جوايا كانت مصدقاه. في مرة بالصدفة سمعت أبويا بيقرأ الأناشيد اللي هو كتبها للإله الواحد بتاعه، حفظته في ساعتها، ولقيتني ماشية في الجنينة زي المسحورة عمالة أغني بالنشيد ده وبعلن إيماني بالإله الواحد. بابا لما سمع الكلام ده اتخض قوي، قال لي مش عايزك تفتحي بقك بكلمة عن اللي سمعتيه. بعدها كانت حفلة التتويج. تي كانت متحمسة قوي إنها تطلع لنا من الحفلة دي بعرسان، وأنا برضو كنت متحمسة لأني أخيرا هشوف الراجل العظيم اللي صدقت أفكاره. في الحفلة دي شفت ناس كتيرة قوي لأول مرة، حور محب وبك وماي. ما كنتش أعرف إن المستقبل هيخليهم جزء من حياتي، لحد ما عينيا جت عليه. كان قاعد على العرش جنب باباه. مخبيش عليك أول ما شفته اتخضيت، أصل أنا يعني كنت رسماله صورة تانية خالص في خيالي، بس فقت من صدمتي بسرعة وفضلت بصاله لحد ما هو خد باله، ويمكن ناس كتير تانية كمان خدت بالها. نظراته كانت نظرات غير كل الرجالة اللي موجودين، لا بيبحلق في الأميرات ولا في الرقصات، عمال ينقل عينيه بين الناس كده وهو زهقان، لحد ما عينه جت في عيني. بصينا لبعض لحظة وابتسم لي، ولما روحت فضلت النظرة دي في بالي طول الليل. تاني يوم
بابا قال لي ان الملكه دي عايزاني. رحت لها وانا قلبي بيدق ومش فاهمه. قعدتني جنبها وجابتني من فوقي لتحتي. اسمك نفرتيتي؟ ايوه يا مولاتي. اسم على مسمى. عندك كام سنه يا نفرتيتي؟ عندي 16 سنه. جسمك اكبر من سنك. تفتكري انا جبتك هنا ليه النهارده يا نفرتيتي؟ اكيد لشرف فوق اللي استحقه يا مولاتي. بتعرفي تتكلمي؟ اتعلمتي ايه يا نفرتيتي؟ اتعلمت القرايه والكتابه والتاريخ والشعر والدين. ومين الهك المفضل؟ اتون يا مولاتي. طب وامون؟ امون هو اللي ادى النصر للامبراطوريه، بس اتون هو اللي بيطوف بيها كل يوم. طب وايه رايك في ولي العهد يا نفرتيتي؟ سمعتي عن افكاره؟ في رايي يا مولاتي ان اللي في قلبه حاجه وواجباته كملك حاجه تانية. واجبه كملك انه يحافظ على التقاليد. ويظهر ان الاجابه دي عجبتها قوي. لو تفتكروا ده نفس الكلام اللي الملكه نفسها قالته لاخناتون اول ما سمعت افكاره، فواضح ان فعلا زنج في الدنيا. ساعتها سالتني طب وايه رايك فيه كزوج؟ ما بقتش عارفه ارد عليها اقول لها ايه. كنت مخضوضه مش مصدقه ان ده بيحصل فعلا. قالت لي بصي، انا اخترتك زوجه لولي العهد، وهو في الاول ما كانش موافق عشان انت يعني مش من اصل ملكي، بس انا ليا دلال عليه، ما بيرفضليش طلب. بصي يا نفرتيتي، انا عندي نظره في الناس كده، ونظرتي فيكي بتقولي انك هتبقي زوجه مناسبه لابني. بس خدي بالك، الملك حلو والعرش حلو، اي ست ممكن تقعد على العرش، لكن مش اي ست تعرف تبقى ملكه. الملكه هي اللي تعرف تقوم بواجبها تحت اي ظرف علشان تحمي عرشها. عشان كده عايزاكي توعديني دلوقتي انك تتعاوني معايا بدون اي شروط، اللي امرك بيه تنفذيه. السكينه كانت سرقاني فوعدتها، بس وانا مروحه البيت ابتديت احس ان انا زي ما اكون فقدت حريتي، وان بقى فيه طوق كبير وتقيل على رقبتي. في البيت المفاجاه بقى كانت اكبر مننا كلنا، حتى موت نجمت معرفتش تخبي غيرتها. قالت لي نشنتي ووقعتيه، برافو. وخلال ايام اتجوزنا، ولقيتني مره واحده عروسه في الجناح الملكي مستنيه عريسي. كلامه كان في منتهى الرقه. حكالي ان هو اللي قرر يتجوزني من اول ما شافني، وانه لما راح يفتح الملكه في الموضوع قالت له هتتجوز واحده من عامه الشعب؟ قال لها ما انتي كنتي من عامه الشعب وبابا اتجوزك عادي. عملت نفسها مقموصه بس خطبتني تاني يوم. قلت له ان انا كنت معجبه بافكاره من زمان، واني امنت بيه من قبل حتى ما اشوفه، بس الحقيقه ان انا ليلتها كان جوايا شعورين عكس بعض. عقلي كان مبهور بيه، بكلامه ونبله وذوقه وافكاره، لكن جسمي ما كانش قادر يقبله. بس استحملت عشان كان نفسه يخلف ولي عهد يشيل الرساله من بعده. في اول جوازنا كنت بخاف يجي في يوم ويسالني انا بحبه ولا لا. كنت عارفه انه ما بيحبش الكذب، وما كنتش عايزه اكذب عليه. قعدت افكر في دماغي لو سالني هقول له ايه، لحد ما وصلت الاجابه. لو سالني هقول له الحب يا مولاي هيجي في ميعاده، هي دي الحقيقه اللي انت بتحبها. والحمد لله انه ما سالنيش. بعدها بشهور حملت حملي الاولاني. الحمل الاولاني ده كان متعب جدا. في الوقت ده كان كلامه عن الاله الواحد وصل لكهنه امون، والملك والملكه كانوا غضبانين عليه جدا. في يوم استدعتني الملكه الام. اليوم ده كان من اخطر ايام حياتي. سالتني هو الحمل شغلك عن احزان طيبه ولا ايه؟ قلت لها يا مولاتي احزان طيبه هي احزاننا كلنا. قالت لي امال فين كلامك وحكمتك اللي المفروض يعقله ولي العهد؟ قلت لها هو مؤمن فعلا باللي بيقوله، كلامي مش هيأثر فيه. قالت لي طب وانتي مؤمنه بكلامه؟ ساعتها كنت بين نارين، يا اما اقول لها الحقيقه وابقى بخاطر بالعرش، يا اما اكذب عليها، وانا ما بحبش الكذب. قررت اقول لها الحقيقه، انا كمان مؤمنه بيه يا مولاتي. قالت لي انتي مش وعدتيني تتعاوني معايا وتنفذي اوامري؟ قلت لها اوامرك فوق راسي، بس الاله فوق الكل. خرجت من عندها وانا مرعوبه، خايفه تخليه يتجوز واحده تانية ويعملها ملك، بس في نفس الوقت كنت حاسه اني عملت الحاجه اللي كان لازم اعملها. بعدها طلبوا منه يطلع في رحله الاقاليم دي. معرفتش اسافر معاه عشان الحمل طبعا، وحسيت كأن الملكه بتعاقبني، بتحرمني منه في اكتر وقت انا محتاجه له فيه. كانت اول مره احس انه وحشني. اكتشفت اني بحبه فعلا، بحبه كراجل مش بحب بس افكاره. وبقيت اعد الايام مستنياه يرجع علشان اصارحه بمشاعري، واطلب منه يسامحني اني معرفتش قيمته من الاول. وولدت بنتي ميري تاتون وهو مش جنبي. اول ما عرفت انها بنت زعلت قوي. الحريم قعدوا يقولوا ان الكهنه لعنوني يعني علشان مصدقاه، واني عمري ما هخلف ولد. وقتها حسيت ان انا موقفي بقى اضعف، وان الملكه كده بقى عندها سبب اقوى يخليها تجوزه من واحده تانية، بالاسم عشان هي اللي تجيب له ولي العهد، وبالفعل عشان تلاقي واحده تانية تتحكم فيها وتستخدمها. وفي وسط كل الهموم دي وصلت تدوخيبه بنت ملك ميتاني، جت من بلدها علشان حماية يتجوزها. وبصراحة أنا عمري ما شفت ست في قوة حماتي. كانت بتعرف كويس قوي تسيطر على غيرتها على الملك، وبتسيبه يعمل اللي هو عايزه وتركز هي على الحكم. قعدنا أيام وليالي في الحريم ملناش سيرة لا تدوخيبة وجمالها والموكب الكبير اللي وصلت فيه.
كانت جاية في موكب فيه 300 جارية. كنت بتسلى بكلامهم لحد ما حبيبي يرجع، وفي يوم استدعاني الملك والملكة وهم شايطين من الغضب. كانت وصلتهم أخبار اللي حبيبي عمله في جولة الأقاليم والطريقة اللي اتعامل بيها مع الشعب. يوميها حماتي هزقتني قدام الملك، قالت لي ما انتي لو ملكة بجد كنت عرفتي تقومي بدورك وتعقليه. قلت لهم ما يمكن طريقته دي مع الناس تخلي الناس تحبه أكتر. فالملك قال لي واضح إنك أغبى منه، لما يرجع هديله اختيار من الاتنين، يا الطاعة يا الحرمان من العرش. رجعت اوضتي ليلتها والدنيا كلها سودة في عينيا، وتاني يوم صحيت على تي مربيتي بتقولي الملك مات. كنت مصدومة وخايفة، معرفش هل لحق ينفذ تهديده ويوصي بحرمانه من العرش ولا لا. في فترة الحداد والتحنيط الملكة تي استدعتني تاني، قالت لي كهنة طيبة كانوا قاعدين معايا امبارح، طلبوا مني اعلن سمن خراع او توت عنخ امون ملك وابقى انا الملكة الام والوصية على العرش. قلبي وقع في رجليا لحد ما قالت لي انها ما وافقتش. مرضتش اعمل كده في ابني واحرمه من عرشه، وهحرمك انت كمان من الملك. مبسوطة؟ قلت لها بصراحة يا مولاتي مبسوطة. قالت لي انا عايزاكي توعديني دلوقتي ان انت تبداي فعلا تتعاوني معايا علشان تحافظي على عرشك. قلت لها مش هقدر اوعدك بحاجة مش هعرف انفذها، انا معاه ومصدقاه. قالت لي شوفي انت قوية وانا بحب الستات القوية، بس انتوا الاتنين هتدفعوا تمن العند ده غالي قوي، ومش انتوا بس، كلنا. واخيرا رجع حبيبي. كان باين من طريقة استقبالي ليه قد ايه كان وحشني، ولقيته من نفسه بيقول لي الحب جاء اخيرا يا نفرتيتي. استغربت، هو ازاي عرف باللي في ضميري؟ قلت له انا بحبك من قبل ما اشوفك. قال لي انتي ما حبيتنيش كراجل قبل النهارده. بعدها دفنا الملك، فاكره انه كان واقف قدامه شويه وقعد يعيط. بعدها قال لي ان الموت بيهزه قوي، وانه كمان معرفش يحبه زي ما كان يستحق. وبقى حبيبي ملك مصر، وبقيت انا ملكه مصر. وابتدت ميري تاتون تحبي، ولقيت نفسي حامل تاني. بس يظهر حماتي ما كانتش ناسيالي اني اتحدتها، كانت مصره تعاقبني. جت تزورنا في يوم وكلمته عن الحريم، قالت له هما الحريم دول مالهمش حق عليك ولا ايه؟ قال لها انا موحد في الحب زي ما انا موحد في الدين. قالت له ايوه بس مش من العدل انك تهملهم كده، تدوخيبه دي اللي سابت اهلها وبلدها وجت تقعد معانا مش ليها حق عليك؟ ولا ايه اسمه الملكه؟ مش تدوخيبه ليها حق عليه برضو؟ يمكن تجيب لنا ولي العهد اللي كلنا مستنيين. كلامها جرحني بس ما عرفتش ارد عليها، ولا عرفت امنع نفسي اني اروح الحريم واشوف تدوخيبه. كانت جميله فعلا، بس انا ثقتي في نفسي ما اتهزتش، وكمان كنت متاكده من حبه ليا. لما سالته انت ناوي تعمل ايه في موضوع الحريم ده، قال لي انه مش مهتم. بعدها كاهن امون طلب يقابلني، بابايا هو اللي ظبط اللقاء ده. قال لي الملك حر يعبد اللي هو عايزه، لكن آلهة مصر التانية ليها احترامها. قلت له احنا ما تعرضناش لاي اله تاني باي سوء. قال لي انا عايزه اتاكد ان الملكه هتبقى معانا وفي صفنا لو احتاجنا لخدماتها. قلت له ما اقدرش اوعدك بحاجه مش هعرف انفذها. قال لي ابوكي طول عمره صاحبنا وبيننا وبين بعض مصالح كتير. وقلت له ربنا يديم المعروف، وخرجت من عنده وانا متاكده اننا بقينا اعداء. بعدها ولدت البنت التانية، وزعلت تاني ان انا معرفتش اجيب له الولد. بس حبيبي لما لقاني زعلانه وساني وقال لي ان ولي العهد هيجي في ميعاده، زي كده الحب ما جه في ميعاده. بعدها بنينا معبد اتون هنا في طيبه، وراح بنفسه علشان يفتتح المعبد. اليوم ده كان صعب عليه قوي. كهنة أمون أجروا بلطجية عملوا مظاهرات اتعرضت للموكب بتاع الملك، وقعدت تهتف باسم أمون، وبات ليلتها متنكد قوي. وتاني يوم قال لي إن الإله الواحد أوحاله إنه يسيب طيبة ويهاجر على مدينة جديدة ما تعبدش فيها إله غيره. سبقنا بك ومعاه العمال علشان يبنوا أخيتاتون، وفي الفترة دي أنا كنت خلفت بنتين كمان، وبقيت أواسي نفسي وأقول زي ما بيقول. لما أخيتاتون خلصت وقررنا نروح هناك، حماتي أصرت إنها تفضل في طيبة، ما كانتش عايزة كل العلاقات بين العرش وكهنة طيبة تتقطع. ووصلنا قصرنا الجديد وافتتحنا معبد أتون، وكنت أول واحدة أغني أناشيد الإله الواحد في المعبد. وبعدها حبيبي قال خطبته وقال للناس على تعاليم الرسالة بتاعته، ورسم ميري راع كبير للكهنة. بعدها بفترة قال لي إن إلهه أمره إنه يتعبد وحده معهوش إله تاني، وإنه هيقفل كل معابد الآلهة التانية ويصادر أوقافها. خفت عليه من رد فعل الكهنة والناس. قال لي إلهي معايا عمره ما هيخذلني. الغريبة إن الشعب تقبل قراره ده بصدر رحب عادي، والأمور مشيت بسلاسة ما كنتش أتخيلها، خصوصا إنه بعدها وزع أوقاف المعابد على الفقراء. جت علينا فترة كانت من أجمل الفترات اللي عشناها في حياتنا. كنت أنزل أنا وهو نلف بالعربية في أخيتاتون مكشوفة من غير حراس، ونكلم الناس في الشارع لحد ما بقينا عارفين أشكالهم، ومنهم كمان اللي كنا عارفين أساميهم. كسرنا الحاجز بين العرش والشعب، والناس كانت بتحبنا فعلا. وابتدينا نطلع في رحلات للأقاليم ندعي الناس للإله الواحد. بس رجعنا من رحلاتنا على مرض ميكيتاتون بنتنا. اتحايلت على الطبيب بنته يعمل كل اللي في ايديه علشان ينقذها، بس معرفش. ساعتها اتأكدت ان ده سحر كهنة أمون، عايزين يحرموه من بنته ويحرقوا قلبه عليها. لما ماتت اتهز تاني
فضلت اشوفه عمال يسأل ليه يا الهي، ليه تختبرني فيها، ليه تحرمني منها. ما خرجناش من حزننا عليها غير بحزن اكبر. نخت الوزير جالنا من طيبة وحكالنا على اللي بيحصل، وصلتنا اخبار الفساد واخبار الحدود. ابتديت اقلق، لكن حبيبي ما كانش عنده ذرة شك ان الاله هيحمينا وينجينا من كل ده. بعدها حماتي جات لنا اخي تاتون، كان شكلها تعبان قوي. قالت له الحق نفسك والحق بلدك. انا ما عنديش فكرة الالهة عايزة ايه، بس عندي فكرة كويسة البلاد بتمشي ازاي. ابعت الجيش للحدود ونزل الشرطة تعاقب المفسدين. قال لها انا عمري ما هستخدم سلطتي في ان انا اعاقب او اذي انسان. قالت لي ما تعملي حاجة يا سمو الملك، يمكن القدر اختارك عشان اللحظة دي بالذات. قلت لها اني واثقة فيه وان الهنا اكيد مش هيخذلنا، وسابتنا ورجعت على طيبة وماتت بعدها بايام. ملحقش حبيبي يزعل عليها. حور محب جمع رجالته وجم قابلوه في القصر، خيروه بين العرش والرسالة وقالوا له ان الاقاليم بالفعل ابتدت تعلن تمردها، واننا فعليا محاصرين في اخي تاتون، ممكن في اي لحظة يجمعوا جيش ويهجموا علينا ويقتلونا كلنا. ورفض حبيبي الدم ورفض الحرب، وقال لهم اللي عايز يمشي يمشي، محدش مضطر يدافع عنه. بعدها حور محب طلب مقابلتي، قال لي ان الكهنة خلاص قرروا يغتالوه، وان حياته في خطر فعلا، والمسألة مسألة وقت. اعملي حاجة قبل ما تخسري عرشك وقبل ما تخسري الراجل اللي بتحبيه. كلامه هزني، خفت عليه. ساعتها قررت ان انا اسيب القصر، يمكن لو لقاني سبته يعيد نظر في اللي هو بيعمله. كنت بحاول انقذ حياته، وكنت عارفة انه هيشوفني خاينة زي ما الناس شافتني، بس قلت مش مهم، مسيري لما الدنيا تهدى افهمه انا مشيت ليه. اهم حاجة دلوقتي ان انا ننقذه. رحت على قصري في اخي تاتون، وموت نجمة جات لي هناك. قالت لي انا سمعت ان الكهنة اعلنوا توت عنخ امون ملك جديد، وحور محب طلع قرار باخلاء اخي تاتون. كلنا راجعين على طيبة. ايه يا سمو الملك، مش هترجعي معانا؟ قلت لها نص النبوءة اتحقق يا موت نجمت، والظاهر كده ان الوقت جه ان النص التاني كمان يتحقق. روحي انتي على طيبة بسلام، انا مش هطلع من قصري ده لحد ما اموت. بعد ما الناس كلها مشيت واخي تاتون فضيت علينا احنا الاتنين وكل واحد في قصره، قررت اروح له واشرح له موقفي ونواجه احنا الاتنين مصيرنا مع بعض. منعوني ان انا اسيب القصر، حاولت حتى اكتب له وافهمه، منعوني ان انا اكتب لاي حد. لحد ما في يوم من الايام جالي قائد الحرس وقال لي الملك الكافر مات، تعب ومات ودفناه. ما صدقتش انه كان ممكن يتعب. قلت اكيد قتلوه. سبقني على عالم النور والحقيقة، ودينا هو قاعدة مستنية احصله. يمكن لما اشوفه اعرف اعتذر له واحكي له الحقيقة ويمكن يسامحني. وخلصت الملكة الجميلة كلامها، وطلع ميري مون من عندها على بلدهم سايس، وقعد يحكي لباباه على كل اللي حصل في رحلته. بس في حاجتين ما جابش سيرته. اول حاجة انه الظاهر كده والله اعلم وقع في حب نفرتيتي، والحاجة التانية انه من ساعتها مش عارف يبطل يقرأ الاناشيد بتاعت اخناتون، وان موضوع الاله الواحد ده ابتدى يلعب في دماغه. وبكده بتخلص رواية العائش في الحقيقة، واحدة من أجمل الروايات اللي كتبها نجيب محفوظ. إيه ده؟ طب لحظة، فين بقى الحقيقة؟ لا، الحقيقة دي عايزة لها قعدة. استنوا بقى نطلع بريك ونعمل كوباية شاي ونرجع ندردش في موضوع الحقيقة ده. لأنك منذ أن وضعت أسس الأرض قد هيأتها لابنك الذي ولد من ماهيتك، ملك مصر العليا ومصر السفلى، الذي يعيش في الحقيقة، سيد القطرين، نفر خبر ورع، دان رع، ابن الشمس الذي يعيش في الحقيقة، رب التاج، أخناتون الطويل العمر. ولزوجته الملكية العظيمة محبوبته سيدة القطرين، نفر وأتون نفرتيتي، لهما الحياة والازدهار والعمر الأبدي. هاي بجد، ده كان آخر مقطع من ترتيلة أتون الطويلة، واحدة من نشيدين بس هما اللي وصلونا من كل الأناشيد اللي كتبها إخناتون في مديح إله الواحد أتون. زي ما هو واضح من الترتيلة، لقب الذي يعيش في الحقيقة أو العائش في الحقيقة كان واحد من ألقاب إخناتون، وعشان كده الرواية اتسمت العائش في الحقيقة. الرواية دي رواية تاريخية، يعني بتاخد أحداث حقيقية من التاريخ وبتخلطها كده في الخيال الروائي علشان نطلع في الآخر قصة جميلة متماسكة. يعني الرواية فيها حاجات حقيقية وفيها حاجات مش حقيقية. أولا وقبل كل حاجة، ميري مون طبعا مش شخصية حقيقية، ده الراوي عادي، وده غالبا زي نجيب محفوظ نفسه ساعة لما كان مسحول مع إخناتون. ثانيا وقبل أي حاجة برضو، فكرة إن إخناتون كان بيدعو لإله واحد غير أتون فكرة مش حقيقية برضو. إخناتون كان بيدعو لعبادة أتون اللي هو القوة الكامنة خلف قرص الشمس، مش الشمس نفسها. ثالثا وقبل اي حاجه برضو، وعلشان نحسم الجدل، محدش يعرف على وجه اليقين اخناتون كان نبي ولا لا. سيجموند فرويد كان كتب كتاب زمان قوي بيقول فيه ان سيدنا موسى كان واحد من كهنه اتون، هرب من مصر بعد ما الثوره دي اتهزمت، وبعد كده خد العقيده الاتونيه بتاعه التوحيد دي عدل عليها وعمل اليهوديه. بس طبعا مفيش دليل على الكلام ده، وفرويد غالبا كان بيحاول يستفز المتدينين مش اكتر. طيب هل اخناتون كان سيدنا يوسف؟ هل كان نبي تاني؟
الله اعلم، مفيش دليل على الكلام ده، بس خلينا فاكرين ان مش كل الانبياء اللي ربنا بعتهم اتذكروا بالاسم في الكتب المقدسه، الله اعلم. من ضمن الشخصيات الخياليه في الروايه كانت شخصيه بك النحات، كبير النحاتين في عصر اخناتون. في الحقيقه كان اسمه تحتمس، والراجل كان عنده ورشه كبيره جدا اكتشفوها في تل العمارنه، وهناك لقيوا تمثال راس نفرتيتي، ربنا يرجعه لنا من متحف برلين بالسلامه. بس الروايه طبعا فيها احداث حقيقيه وفيها شخصيات حقيقيه، زي شخصيه الحكيم اي اللي اتكلمنا عنه في الاول، وزي حور محب او حور محب. الحكيم اي كان مستشار اخناتون فعلا، وكان جوز تي مربيه نفرتيتي فعلا، وان كنا لسه مش متاكدين لحد دلوقتي اذا كان ابوها البيولوجي ولا لا. اما حور محب او حور محب فكان قائد عسكري في عصر اخناتون فعلا، وبعدين هتلف الايام ويموت اخناتون وتحصل لحظه لخفنه سياسيه كده هنتكلم عنها بالتفصيل كمان شويه، لحد ما في الاخر بيورث ابنه توت عنخ امون. بالمناسبه توت عنخ امون ابن اخناتون في الحقيقه، مش اخوه زي ما كان مكتوب في الروايه. المهم توت بقى ملك، واي وحور محب بقوا المستشارين بتوعه، وبعد كده توت مات واي بيمسك الملك بداله، وبيفضل حور محب مستشار عسكري، وبعد كده اي بيموت وحور محب بيبقى ملك مصر، اخر ملوك الاسره ال18. وفي الحقيقه حور محب وموت نجمت بيتجوزوا قبل ما يبقى ملك بسنتين تقريبا. طبعا موت نجمت كانت شخصيه حقيقيه، وكانت اخت نفرتيتي وبقت ملكه مصر فعلا. ايه ده، النبوءه؟ لا، هي النبوءه كانت جزء من خيال نجيب محفوظ، غالبا كان بيدي هنت على فكره ان موت نجمت هتبقى ملكه مصر بعدين. المهم مش كتير وصلنا عن فترة حكم الملك اي، يمكن حكم حور محب عندنا معلومات اكتر عنه، واللي نعرفه ان حور محب مسك البلد في فترة عصيبة جدا، ما كانتش لسه فاقت من كل الفساد والفوضى اللي حصلوا في عصر اخناتون. دي حقيقة تاريخية برضو، الفترة دي فعلا كانت فترة مضطربة جدا في تاريخ مصر. فحور محب قلع الحزام ودور الضرب في الناس كلها، بعت الجيش على الحدود علشان يحارب الحيثيين، وشغل الشرطة خلاها تضرب بيد من حديد على اي حد فاسد، اي حد بياخد رشوه، اي حد بيستغل سلطاته، على الحبس على طول، اللي هلمحه همرجحه. حط قوانين وتشريعات تحكم علاقه الفرد بالسلطه، ودي كانت نقله كبيره في الحياه السياسيه في مصر. واخيرا عمل مع اخناتون نفس اللي اخناتون كان بيحاول يعمله مع امون ومع الفراعنه اللي قبله، شال اسمه من سجل ملوك مصر ومسحه من على المعابد، وهد معابد اتون وخد الاحجار بتاعتها استخدمها في توسيع معابد امون. كياد قوي يا حور محب. بس اكشولي الحركه الرخيصه دي هي اللي عرفتنا ان اخناتون موجود اصلا، لان الاحجار اللي كانت متاخده من معابد اتون كان لسه عليها رسومات وصور لاخناتون واتون. ده اللي عرفنا ان في حد اسمه اخناتون، وانه كان عامل عاصمه جديده في تل العمارنه. السؤال هنا بقى، ليه الغل ده كله؟ يعني هو كل ده علشان الراجل قال وحده الله؟ اولا حركه مسح الاسامي دي حركه مصريه بامتياز، يقال ان امنحتب الثالث نفسه حاول يعمل كده مع حتشبسوت اول ما بقى ملك، والحمد لله ما عرفش طبعا. عشان بقى نستوعب خطوره اللي اخناتون عمله، خلينا نطلع بريك الاول، اشرب بق ميه، ولما ارجع احكي لكم بالتفصيل. واللي لسه ما داسش على زرار يدوس عليه. عشان نستوعب التريب بتاعت اخناتون دي كويس، خلينا نبص على التوقيت. اخناتون قدم الفكره بتاعته دي من حوالي 3000 سنه. في الوقت ده مصر كانت دوله عندها نظامها الديني والسياسي والاجتماعي بقالها 2000 سنه اوريدي. احنا قدام قوي يا جماعه، 2000 سنه من تعدد الالهه، 2000 سنه من نظام ثابت للحكم. ده فرعون ابن الاله، ودول الكهنه بيترجموا مشيئه الاله ويرشدوا الفرعون، وفي شعب تحت بيسمع الكلام وهو ساكت، والدنيا كانت ماشيه حلاوه. مصر في اللحظه دي كانت امبراطوريه، توسعات في اسيا وفي افريقيا، علاقات خارجيه ممتازه، واقتصاد من ذهب. واحد من جوابات العمارنه اللي اكتشفوها، اللي هي المكاتبات الدوليه بين مصر وبقيه الدول اللي حواليها، واحد من ملوك اسيا كان باعت لامنحتب الثالث بيقول له معلم انتوا الذهب عندكم زي التراب، ما تجيب شويه ذهب. فثورة اخناتون ما كانتش زي كل الثورات، اخناتون ما كانش جاي في لحظة ضعف يقدم للناس فكرة مطرقعة هي دي اللي هتطلعنا من الهم اللي احنا فيه، بالعكس تماما، هو كان جاي في لحظة ثبات وازدهار، ومسك مرزبة كده يهد بيها في كل الحاجات اللي وصلتنا لهذا الازدهار، من غير ما يقدم بديل سياسي واقتصادي كويس. ونحط خط تحت الكلمتين دول. لقطة قفل المعابد ومصادرة الأوقاف، اللي هي لقطة حقيقية بالمناسبة، مش حاجة بسيطة خالص. المعابد في مصر القديمة ما كانتش مجرد مكان الناس بتروح تصلي فيه وتعمل احتفالات دينية وتقدم قرابين. المعبد كان زيه زي الحكومة كده، زي ما احنا عندنا مستشفيات حكومة ومدارس حكومة وحتة أرض تبع الحكومة، المعبد برضو كان ليه منشآته الخاصة اللي بتتسمى أوقاف المعبد. وحسب بعض التقديرات، أملاك معابد أمون أو أوقاف معابد أمون في عهد أمنحتب الثالث كانت أكبر من أملاك الفرعون نفسه، ودي لقطة هنرجع لها كمان شوية. معنى كده إنك لما تقفل المعبد وتصادر الأوقاف، فأنت مش بس بتشرد الكهنة، بتشرد مئات الآلاف من العمال والفلاحين والطلبة. طب إيه البديل اللي بتقدمه؟ مفيش. طب اديني بديل ديني مقنع يساعدنا نبني الدولة من أول وجديد.
للاسف ده برضو كان صعب قوي. الفكره ان اتون كاله كان ابستراكت جدا، حاجه مجرده جدا، بعيد تماما عن كل تصورات المصريين القدماء عن الالهه. اولا هو ملوش هيئه بشريه، كل الالهه التانيه كان ليها جسم انسان وراس طائر او حيوان. ثانيا على حسب وصف اخناتون ليه هو ملوش نوع، يعني الالهه التانيه يا اما ذكر يا اما انثى. اوزوريس ذكر، ازيس انثى، انوبيس ذكر، حتحور انثى، امون ذكر، ماعت انثى. اتون مش كده. فأناشيد إخناتون كان بيوصف أتون بأنت الرجل وأنت المرأة، يعني أتون تجسيد لقوة الذكورة وقوة الأنوثة الاتنين في كيان واحد. طبعا فكرة متطورة جدا وراقية جدا، بس صعبة البلع جدا، خصوصا ان تاني احنا ورانا في 2000 سنة من تصورات مختلفة تماما عن الآلهة. طب خلينا نرجع خطوة لورا كده ونسأل، هو الموضوع أصلا ابتدى ازاي؟ هل هو تلقى وحي فعلا؟ بريك أشم نفسي واجيلكم. زي الرواية ما بتقول، في مؤرخين كتير شايفين ان موضوع عبادة أتون ده ابتدى كمناورة سياسية. فاكرين من شوية لما قلنا ان أملاك كهنة أمون كانت أكبر من أملاك الفرعون في لحظة ما؟ الملك أمنحتب الثالث والملكة تي، دول طبعا شخصيات حقيقية، هما اللي ابتدوا موضوع أتون ده بس على خفيف. كان الهدف تحجيم كهنة أمون شوية، بس إخناتون بقى استلم منهم وشاط في البعيدة، استفزاز الكهنة، معبد أتون اللي بناه في طيبة مدينة أمون المقدسة وقدام معبد أمون لقوا مديله ظهره كمان إمعانا في الإهانة، تغيير اسمه وطمس أسامي الآلهة والفراعنة القدام، وأخيرا لما الدنيا باظت منه في طيبة ساب طيبة خالص وراح عمل عاصمة جديدة قعد فيها هو وأصحابه وساب البلد تضرب تقلب. قفل المعابد، مصادرة الأوقاف، سياسات الحب ومنع العقاب اللي الرواية كانت بتتكلم عنها، واللي برغم إنها مش مؤكدة قوي بس المؤكد إن كان في فساد كتير وقتها فعلا. إخناتون حط سلطة كبيرة جدا في إيد عدد قليل جدا من الأفراد لمجرد إنهم كانوا مصدقينه، والأفراد دول طبعا استغلوا سلطتهم أسوأ استغلال. ده غير طبعا موضوع هجمات الحيثيين على الحدود ورفضه لأي تدخل عسكري اللي كان حقيقي برضه. الطيش الشديد ده في التعامل مع الدولة ونظامها السياسي ومنح سلطات خرافية لعدد قليل قوي من الناس خلى إخناتون مكروه جدا، خصوصا في مراكز القوة بتاعة الدولة. موضوع محاولة الاغتيال اللي نجيب محفوظ اتكلم عنها في الرواية كان حقيقي فعلا، ومحو كان شخصية حقيقية فعلا، وقبض فعلا على المتآمرين، والحدث اترسم على واحدة من الجداريات بتاعة الفترة دي. الأدلة التاريخية كمان بتقول إن نفرتيتي كان ليها قوة كبيرة قوي في الفترة دي، وإن فعلا إخناتون غرق في أمور الدين وساب لها هي أمور السياسة. مش بس كده، دي كمان كانت بتحكم معاه، وإنها حسب بعض النظريات خدت لقب فرعون بطريقة غريبة جدا هنرجع لها في آخر السحلة. خلينا الأول نتكلم عن حياة إخناتون الأسرية. زي الرواية ما بتقول، نفرتيتي كانت الزوجة الملكية العظمى، يعني هي الوحيدة اللي تاخد لقب ملكة. وزي الرواية ما بتقول، نفرتيتي فعلا كانت مخلفة من إخناتون 6 بنات وماتت منهم واحدة اللي هي ميكي تاتون. لكن وبعكس اللي اتقال في الرواية، نفرتيتي ما كانتش زوجته الوحيدة. ايه ده يعني مفيش بقى اصلا انا موحد في الحب زي ما انا موحد في الدين؟ يا جماعة أرجوكم انتوا بتصدقوا الكلام ده؟ مفيش. غير نفرتيتي، إخناتون اتجوز من الأميرة كيا اللي بعض المؤرخين شايفين إن هي نفسها تدوخيبة بنت تشراتة ملك متاني. تدوخيبة كانت شخصية حقيقية فعلا، وكانت مرات أمنحتب الثالث فعلا، وفعلا جت مصر في موكب فيه 300 جارية، وأمنحتب الثالث كان اكسايتد لدرجة إنه أمرهم يصوروا الموكب ده على الجدران، وإن كان محدش عارف بصراحة هل هي كانت حربوقة كده فعلا ولا لا. كيا أو تدوخيبة خلفت له بنت برضه، فبيتجوز إخناتون الزوجة الثالثة اللي بيطلق عليها السيدة الصغيرة. الست دي احنا مش عارفين بالظبط اسمها ايه، كل اللي نعرفه إنهم لقوا الموميا بتاعتها في المقبرة رقم 35 في وادي الملوك جنب الموميا بتاعة الملكة تي مامة إخناتون. وإن الموميا بتاعة تي قبل ما يعرفوا إن هي تي اتسمت السيدة الكبيرة لأنها كانت كبيرة في السن، فسموا الست التانية دي السيدة الصغيرة. تحليل الدي ان ايه بتاع السيدة الصغيرة اللي احنا مش عارفين اسمها دي اثبت حاجتين. رقم 1 انها كانت بنت الملكة تي والملك امنحتب الثالث، ورقم 2 انها كانت ام توت عنخ امون. اللحظة يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللي فهمتوه، إخناتون لما معرفش يخلف ولد من نفرتيتي ولا من كيا اتجوز واحدة من اخواته علشان تخلف له الولد، وخلف الولد فعلا وسماه توت عنخ أتون، عشان احنا بنحب أتون. بعدها إخناتون مات، الولد رجع على طيبة غير اسمه لتوت عنخ آمون وبقى توت عنخ آمون اللي احنا عارفينه. طبعا مقبرة توت عنخ آمون أشهر مقبرة في الدنيا، الكنوز الكاملة اللي محدش لمسها، القناع الذهبي، لا تفتح التابوت فسيضرب الموت بجناحيه كل من يعكر صفو الملك، لعنة الفراعنة، بلا بلا بلا. بس توت نفسه في الحقيقة كان مسكين قوي حرام، يعني هو اتولد بتشوهات خلقية كتير، كان عنده شق في الحلق، وكان عنده تشوه في العمود الفقري وتشوه في عظم القدم، غير انه قعد على العرش وهو صغير جدا حوالي 9 سنين، ومات صغير قوي برضو تقريبا ما كملش 21 سنة. ولكن قبل ما يموت كان حريص انه يكرر غلطة ابوه ويتجوز واحدة من اخواته عشان الانسان ما بيتعسش،
فاتجوز عنخ اس انامون بنت نفرتيتي، ودي ليها حوار هنعرفه كمان شويه. عنخ بتحمل منه مره في الثانيه، والمرتين بيحصل لها اجهاض علشان بجد كفايه جواز اخوات، يعني خلاص بقى تكسر ذاتيا بقى، تبرعم زي الخميره. وجثث الاجنه لقوها محفوظه في مقبره توت عنخ امون نفسه، واحد حرام عنده 5-6 شهور والتاني حوالي 8-9 شهور. طيب بما ان اخناتون كان متجوز اكتر من واحده كده ومخلف ولاده وبنات وعنتيل العمارنه، ايه بقى موضوع ان جسمه كان بين الذكوره والانوثه ده هيرجعنا للموميا بتاعه المقبره 55 اللي ابتدينا بيها السحله. احنا قلنا ان الاثريين للوهله الاولى افتكروا الموميا دي بتاعه واحده ست، لكن بعد فحص اكتشفوا ان الموميا دي بتاعه راجل. وبعدين روحي يا ايام تعالي يا ايام نكتشف تكنولوجيا الدي ان ايه، وبعد 100 سنه واكتر من اكتشاف الموميا يتم فحصها بالدي ان ايه ونكتشف 3 حاجات. رقم 1، صاحب الموميا دي يبقى ابن الملكة تي والملك أمنحتب الثالث. رقم 2، صاحب الموميا دي يبقى أبو توت عنخ آمون. ورقم 3، صاحب الموميا دي كان ذكر طبيعي جدا ما فيهوش أي اضطرابات وراثية. يعني الموميا اللي كانت مدفونة في تابوت واحدة ست في طيبة كانت في الحقيقة الموميا بتاعت إخناتون، والراجل كان طبيعي جدا جسمه مش أنثوي ولا حاجة. الله، طب والتماثيل والرواية وفين موميا نفرتيتي؟ الرواية غالبا كانت مبنية على الاعتقاد القديم اللي كانت الناس مكوناه من تماثيل وصور إخناتون، واللي افترضت ان عنده اضطراب وراثي ما خلاه يجمع بين الذكورة والأنوثة. طبعا الدي ان ايه اثبت ان الكلام ده مش حقيقي. طب لما هو ذكر عادي ليه عمل تماثيله ورسوماته بالمنظر ده؟ اكتر اجابة مقبولة دلوقتي ان ده غالبا كان ستايل فني بيجسد العقيدة الاتونية وتصوراتها عن الذكورة والأنوثة. إخناتون كان بيعرف نفسه على إنه ابن أتون، دي واحدة من الأفكار القليلة اللي احتفظ بيها من التقاليد المصرية القديمة، إن الفرعون يبقى ابن الإله. وبما إن الإله بيجسد الذكورة والأنوثة مع بعض، فالمفروض إن إخناتون كمان يجسد الذكورة والأنوثة مع بعض. ده واحد من التفسيرات اللي بتحاول تشرح ليه التابوت اللي كان إخناتون مدفون فيه كان مكتوب عليه بضمائر المؤنث وكأن صاحبته واحدة ست، وبعدين جه حد زي ما يكون مسح الته المربوطه كده عشان يبقى الكلام على ذكر. يقال ان الحركه دي برضو كانت تجسيد للاتونيه ومفهوم الذكوره والانوثه اللي داخلين في بعض. في تفسير تاني هو اللي مقبول اكتر للحركه دي، وهو ان اخناتون اتدفن عادي جدا في المقبره الملكيه بتاعته في اخيتاتون، وان بعد موته ابنه توت عنخ امون او واحد من مستشاريه، بما ان توت كان لسه صغير، هو اللي امر باستخراج جثمان الملك ونقله على طيبه وحطه في التابوت ده اللي شايل اسم واحده ست من غير اسامي او حاجه، اما علشان محدش يتعرف على الجثه فيتلفها اكتر، او عشان الملك نفسه يتوه في العالم الاخر، محدش عارف. وده يودينا لسؤال مهم جدا، هو اخناتون مات مقتول ولا لا؟ زي ما قلنا الموميا اللي لقيوها في المقبره 55 كانت حالتها سيئه جدا، مش فاضل منها غير العظم، صعب قوي يتحدد منها سبب الوفاه، فلحد اللحظه دي احنا مش عارفين هو مات عادي ولا مات مقتول. ماشي، فين بقى الموميا بتاعت نفرتيتي؟ ناخد بريك وارجع لكم. نفرتيتي بقى قصتها غامضه شويتين 3. اولا احنا ما نعرفش امها وابوها البيولوجيين يبقوا مين. ثانيا هي اختفت من سجلات عصر العمارنه فجاه بعد ما كانت بتظهر مع الملك في كل صوره ورسوماته تقريبا وبنفس الحجم، فده يدي اشاره ان هي كان ليها نفس القوه او نفس السلطه. مره واحده مفيش اي حاجه بتجيب سيره نفرتيتي وبيظهر اسم سمنخ رع او سمنخ كارع. اما لقب الزوجه الملكيه فبيروح لبنتها ميريت اتون. في الروايه سمنخ رع كان اخو اخناتون، وفي اثريين بيقولوا انه كان اخوه فعلا وانه اتجوز ميريت اتون علشان يدعم سلطته على العرش. لكن في نظريه مثيره جدا بتقول ان سمنخ رع كان نفرتيتي نفسها، وانها اختارت اسم مستعار مذكر علشان تحكم مصر في الاول مع اخناتون وبعد موته لمده قصيره، وانها خلال المده دي هي اللي ادت بنتها ميريت اتون لقب الزوجه الملكيه عشان الملك ما يطلعش بره العيله، لحد طبعا ما توت عنخ امون ورث العرش. من الحاجات اللي بتدعم النظريه دي هو ان احد القاب سمنخ كارع كان نفر نفرو اتون. لحظه، احنا سمعنا اللقب ده فين قبل كده؟ اللقب ده في المصريه القديمه معناه الجمال الفائق لاتون، وده لقب مؤنث ما ينفعش يطلق على راجل. والمفاجاه بقى انه كان واحد من القاب نفرتيتي نفسها، لسه سامعينه من شويه في الترتيله بتاعت اخناتون. ولزوجته الملكيه العظيمه محبوبته سيده القطرين نفر نفرو أتون نفرتيتي لهما الحياة والازدهار والعمر الأبدي. وده بيرجح نظرية ان نفرتيتي هي نفسها سمنخ كارع، وانها بس استخدمت الاسم المستعار ده علشان تبقى فرعون مصر. ويمكن ده فيه اشارة لان نفرتيتي كانت فعلا مستعدة تعمل اي حاجة علشان تحتفظ بالسلطة. في لقطة تانية شديدة الغرابة برضو، بعد موت اخناتون في الفترة المبهمة اللي حور محب الله يسامحه ودمر اغلب سجلاتها، ظهر جواب بعتاه ملكة مصرية من ملكات عصر العمارنة لملك الحيثيين اعداء مصر،
بتقول له فيه الملك مات، ابعت لي ابنك اتجوزه واعمله ملك على مصر. اللي هو عشان انا ست يعني مش هتخلوني احكم؟ ماشي، هجيب اي راجل اقعده جنبي على العرش عشان تطلعوا من دماغي. طبعا ده مش بس ضد التقاليد اللي بتمنع الاميره المصريه من انها تتجوز حد اجنبي، ده تكنيكلي يعتبر خيانه. الحيثيين اعداء مصر، ما ينفعش حد منهم يقعد على العرش. الجواب ده في ناس بتقول ان نفرتيتي هي اللي بعتته بعد موت اخناتون علشان كانت عايزه تكمل في الحكم، بس في ناس تانية بتقول ان نفرتيتي اذكى من انها تعمل حركه زي دي، وان حركه زي دي ما تطلعش غير من عيله صغيره مش فاهمه الدنيا بتمشي ازاي. عنخ اس انامون بنت نفرتيتي واخناتون رقم 3 ومرات توت عنخ امون. عنخ اس انامون كانت اكبر من توت عنخ امون بسنتين. لما توت مات هي حرام كانت لسه صغيره، يمكن ما كملتش 21 سنه، والحكيم اي قرر يتجوزها علشان يبقى ملك مصر. ويقال انها بعتت الجواب ده قبل ما الجوازه تتم عشان تلحق نفسها من هذا المصير الحزين. طبعا ملك الحيثيين ما صدق وبعت ابنه فعلا، لكنه تعرض للاغتيال في الطريق. ويقال ان حور محب هو اللي اصدر اوامر اغتياله، لان بجد بلاش كلام فارغ يعني. فباظت الخطه واتجوزت المسكينه من اي اللي هو فعليا قد جدها، وبقى اي ملك مصر بالطريقه دي. بعدها اختفت عنخ اس انامون من السجلات فجاه، زي ما نفرتيتي مامتها اختفت فجاه برضه، إلى أن تم العثور على موميا في المقبرة رقم 21 في وادي الملوك، عمر صاحبتها ما يعديش 25 سنة. فحص الدي ان ايه بتاع الموميا دي أثبت إن هي المسكينة عنخ اس انامون، أم الجنينين اللي لقيوهم في مقبرة توت عنخ آمون. لكن الغريبة إن الجثة دي أو الموميا دي كانت من غير راس. هل آي هو اللي عمل فيها كده؟ هل حور محب هو اللي عمل فيها كده؟ هل ماتت موتة ربنا والتلف حصل للجثة بعد الدفن؟ الله أعلم، محدش عارف. كلها نظريات، مفيش حاجة تثبتها ولا تنفيها، ومفيش سجلات تقول لنا الملكة الصغنونة دي ماتت ازاي. اما موميا نفرتيتي فلحد اللحظة دي ما نعرفش هي فين، ولا عندنا فكرة هي ماتت ازاي، لكن ما زال البحث عنها مستمرا. يمكن لما نلاقيها تساعدنا نكشف جزء من الغموض اللي حوالين الفترة الغريبة دي من تاريخ مصر. وبهذا يا أصحابي الحلوين تنتهي سحلة إخناتون والعائش في الحقيقة. لو عجبتكم لايك، شير واسحلوا أصحابكم. هسيب لكم شوية مصادر في الديسكريبشن على يوتيوب، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.